تخيلوا معايا طفل سمع كلمة واحدة بس خلت قلبه يخاف. يحيى كان فاكر إن الرزق يعني فلوس وبس، وإن لو الفلوس قلت يبقى كل حاجة ممكن تروح. لكن هو ما كانش يعرف إن عصفور صغير وابتسامة أخته هيعلموه معنى اسم جميل من أسماء الله، اسم يطمن القلب قبل ما يملى الجيب. ويلا نبدأ الحكاية ونشوف إزاي يحيى فهم إن اللي بيرزق الطير في السما عمره ما ينسى حد. وكان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر الله الرزاق. كان في ولد اسمه يحيى، كان عنده 8 سنين، دايما بيسأل أسئلة كتير. وأخته الصغيرة اسمها جميلة، كان عندها 6 سنين، قلبها طيب وبتحب الزرع والورد. وفي يوم باباهم رجع البيت شكله قلقان شوية. يحيى سمع باباه بيقول لماما: الشغل اليومين دول قليل وربنا يسهل. يحيى اتخض، راح لأخته وقال لها بصوت واطي: يعني احنا ممكن ما يكونش عندنا أكل؟ جميلة بصت له وقالت له بثقة: ماما دايما بتقول ربنا اسمه الرزاق، يعني بيرزقنا. يحيى عقد حواجبه: طب هو الرزق ده فلوس بس؟ تاني يوم ماما أخدتهم يتمشوا شوية على البحر. الهوا كان جميل والشمس دافية، وهم ماشيين شافوا بياع الفشار. الناس كانت حواليه قليلة، لكن الراجل كان مبسوط جدا. جميلة شدت يحيى وقالت له: بص، هو يمكن معهوش فلوس كتير بس عنده صحة يقف ويشتغل. وفجأة لقوا عصفور صغير واقع على الأرض، جناحه مكسور. جميلة جريت عليه ويحيى شاله بحرص، ورجعوا البيت حطوه في علبة كرتون وحطوا له مية وحبوب. يحيى سأل ماما وقال لها: هو العصفور ده هيجيب رزقه منين؟ ماما ابتسمت وقالت: ربنا اللي بيرزقنا هو كمان اللي بيرزقه. يحيى فكر شوية وقال: فعلا الطيور ما عندهاش شغل ولا فلوس، ومع ذلك بتعيش. بعد يومين بابا رجع البيت مبتسم وفرحان، وقال لهم: الحمد لله جالي شغل. يحيى جري عليه وقال له: شفت يا بابا ربنا الرزاق؟ بابا ضحك وقال له: أيوة فعلا، وأقول لكم كمان حاجة مهمة: الرزق مش فلوس بس، الرزق صحة، والرزق حب، والرزق أخت زي جميلة، وأخ زي يحيى. جميلة حضنت أخوها وقالت: وكمان رزق إننا لقينا العصفور وخف. وفعلا بعد كام يوم فتحوا الشباك والعصفور طار. يحيى وقف يبص للسما وقال: يا رب، زي ما رزقت العصفور ارزق كل الناس. ومن يومها كل ما يقلق يفتكر إن ربنا اسمه الرزاق، بيرزق الكبير والصغير، الغني والفقير، الإنسان والطير. العبرة يا حبايبي إن اسم الله الرزاق معناه إن ربنا هو اللي بيدينا كل حاجة نحتاجها، مش بس فلوس، لكن صحة وأهل وأمان وفرح. ولو عجبتكم الحدوتة قولولي تحبوا اسم ايه من أسماء الله المرة الجاية نحكيها. وفي الآخر قولولي ايه أكتر رزق حاسين بيه في حياتكم. وما تنسوش الاشتراك علشان نكمل سوا رحلة أسماء الله الحسنى.